بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا ومشاهدينا الماجد، السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنتوقف عند المباراة المقبلة للخضر أمام البحرين، فبعد تعادل أشبال الماجيك أمام السودان أصبحت مباراة البحرين واحدة من أهم المواجهات التي تنتظر المنتخب الجزائري في البطولة العربية. منتخب البحرين الذي انهزم بصعوبة أمام المنتخب العراقي وكاد يتحصل على الأقل على نتيجة التعادل، ولكن انهزم في الأخير بنتيجة هدفين مقابل هدف. فريق يمتلك هوية واضحة لكنه في نفس الوقت يملك نقاط ضعف يمكن استغلالها إذا عرف مجيد بوقرة الطريقة المناسبة للتعامل معها. وقبل أن نتحدث عن التشكيلة والطريقة التي سيواجه بها الخضر منتخب البحرين، من الضروري أن نفهم أولا كيف يلعب البحرين، وكيف يتحول، وكيف يدافع، وكيف يهاجم، لأن فهم هوية الخصم هو نصف الطريق نحو الانتصار. أولا، كيف يدافع منتخب البحرين؟ 4-4-2 ثابتة وصارمة. منتخب البحرين يبني دفاعه على شكل كلاسيكي معروف 4-4-2، خط دفاع ب4 لاعبين يقفون في خط مستقيم أمام رباعي وسط مقسوم إلى جناحين ومحورين، ثم مهاجمان في الأمام يقومان بدور أول خط ضغط. هذه الخطة تجعل البحرين فريق منضبط، وأولويته الواضحة هي غلق العمق ودفع الخصم نحو الأطراف. يعني البحرين لا يحب أن يتعرض للهجمات المباشرة بين الخطوط، لذلك يضغط المهاجمان على المحور على محور الارتكاز أو محور ارتكاز الخصم، ويغلقان التمريرات العمودية، بينما يتحرك لاعب الوسط ككتلة واحدة من اليمين إلى اليسار. لكن وهذا مهم جدا، هذه الخطة رغم صلابتها تعاني من نقطة ضعف قاتلة، فعندما يخسر البحرين الكرة ويتحول للدفاع يكون هناك فراغ كبير بين الخط الخلفي وخط الوسط، خصوصا إذا كان أحد الجناحين في وضعية تقدم أو وضعية هجومية قبل فقدان الكرة، وهنا تبدأ الفرص الحقيقية للخضر وأشبال مجيد بوقرة. ثانيا، كيف يهاجم البحرين؟ التحول إلى 4-2-4 عكس ما يحدث في الدفاع. البحرين يتحول بشكل واضح إلى 4-2-4 هجومية عندما يمتلك الكرة أو عندما يهاجم. الأجنحة تصعد بشكل كبير، أحيانا كأنهما مهاجمين إضافيين، والأظهرة تتقدم وتدعم الأطراف، ويبقى فقط محوران في الوسط يقومان بالتوازن. فريق البحرين يفضل الاختراق الجانبي، يعني شاهدناه في مباراة العراق. الفريق البحرين يركز كثيرا على الاختراق من الأطراف والاعتماد على الأرضية، وحتى هدف البحرين جاء من أرضية دخلت أو سكنت شباك العراق، يعني فتح الملعب، اللعب على أنصاف المساحات من الجناحين نحو داخل منطقة العمليات. لكن في المقابل فإن هذا التحول يترك خلفه مساحات شاسعة يمكن للخصم استغلالها بسهولة، خصوصا في الهجمات المرتدة التي يتقنها مجيد بوقرة وعمل عليها كثيرا في التحضيرات. يعني بمعنى آخر، البحرين فريق يضرب بقوة على الأطراف لكنه ضعيف في الارتداد الدفاعي. ثالثا، يعني كيف يمكن إيقاف المنتخب البحريني؟ إيقاف البحرين يعني لا يتطلب معجزة أو عمل تكتيكي كبير، بل يتطلب فهم الفلسفة التي يلعب بها هذا المنتخب. يعني إيقاف الأطراف تساوي قتل 70% من خطورة المنتخب البحريني. إذا منعنا أجنحة البحرين من التقدم أو قلصت المساحة أمامهم، ستجبر الفريق على اللعب في العمق، وهو أضعف نقطة لديهم، يعني الضغط على المحورين في عمق الوسط، لأن البحرين يهاجم بمحورين فقط، ويصبح هناك تفوق عددي واضح لصالحك إذ لعبت ب3 لاعبين في الوسط، يعني ضد 2 تفوق مضمون. يعني وهنا بدأت تتضح ملامح الخطة التي سيعتمد عليها بوقرة. نمر إلى نقطة أخرى، وهي استغلال المساحات خلف الأظهرة. عندما يصعد ظهير البحرين للهجوم ينكشف ظهره بشكل كبير، وهنا تأتي نسبة كبيرة من فرص التسجيل ضد هذا المنتخب. النقطة الرابعة هو الاعتماد على التحولات السريعة. البحرين يترك الدفاع مكشوف عند فقدان الكرة، أي هجمة مرتدة سريعة ب3 لاعبين فقط ستفكك خطهم الخلفي بسهولة. إذن ماذا على مجيد بوقرة؟
أن يفعل أمام فريق مثل فريق البحرين. يعني تبدو الخطة المثالية لمدرب المنتخب الوطني الجزائري الماجيك هي 4-2-3-1، وهي التشكيلة التي استخدمها أمام السودان، أو الخطة التكتيكية التي استخدمها أمام السودان. لماذا هذه هي الخطة بالذات؟ يعني هذه الخطة تمنح المنتخب الوطني 3 لاعبين عمليا في الوسط ضد محورين وفقط، يعني لاعبي الارتكاز زائد صانع اللعب، تساوي سيطرة تامة على وسط الميدان، تمنحك جناحين وأيضا هذه الخطة تمنح الخضر جناحين قادرين على لعب المرتدات، وهو ما يضرب البحرين في أهم نقطة ضعف لديهم وهي الأطراف. تحافظ على توازن دفاعي رغم الصعود الهجومي، لأن بقاء محورين ثابتين يقطع الطريق على كل ارتدادات البحرين، لأن المنتخب الجزائري يملك محاور في المستوى لك حلمي رزاق بن دبكة. أيضا وجود جناحين جزائريين نشيطين سريعين مهاريين يجبر أظهرة البحرين على البقاء أعمق، خاصة في بداية اللقاء. باختصار يعني حتى لا نطيل ولا نتعمق كثيرا، 4-2-3-1 هي الخطة التكتيكية الأكثر منطقية والأكثر توازنا والأكثر قدرة على ضرب البحرين في نقاط ضعفهم. ولكن السؤال الذي يبقى مطروح، هل سيعتمد بوغرة فعلا على 4-2-3-1؟ حسب رأيي بناء على أسلوب بوغرة المعروف وعلى تحليلات لمسيرته في التدريب وعلى مصادر تحليلية تتحدث عن خططه المفضلة، فإن 4-2-3-1 هي واحدة من أكثر الخطط التي يميل إليها الماجيك، خصوصا عندما يواجه فريقا يعتمد على الهجوم الجانبي أو محاولة الاختراق على الأطراف. وبالتالي من المرجح جدا أن يبدأ بوغرة بهذه الخطة، ليس لأنها الخطة التي لعب بها ضد السودان فقط، بل لأنها الخطة الأنسب تكتيكيا ضد البحرين. نمر الآن إلى التشكيلة المحتملة بناء على خطة 4-2-3-1. يعني في حراسة المرمى لن يطرأ عليها أي تغيير، وسيكون فريد شعال هو حارس علي الخضر. على اليمين حليمية، واخترنا حليمية على حساب عطال لعدة عوامل. أولها فلسفة بوغرة وأهمها فلسفة بوغرة التي تعتمد أساسا على تأمين الدفاع، وبما أن المنتخب البحريني قوي على الأطراف كما سبق ونشرنا، فمن المرجح جدا أن يعتمد على حليمية على حساب عطال المعروف بنزعته الهجومية، إضافة إلى أنه ليس عطال بذاك المستوى الكبير الذي كنت أنا شخصيا أتوقعه منه، فبدخوله أمام مباراة السودان لم يظهر الشيء الكثير ولم يعطي الإضافة المرجوة. ولعب الفريق الوطني ب10 لاعبين في تلك المباراة ليس مبرر، هناك مبرر آخر، ربما الانسجام. هذه المجموعة ليست منسجمة ولم يسبق لها اللعب يعني مباراة تحضيرية معا. يعني بوغرة لعب التحضيرات بمجموعة من اللاعبين والنهائيات أو البطولة بمجموعة مخالفة تماما. نمر إلى قلبي الدفاع المتألق عبادة وأيضا بدران. الفريق الوطني كان مميز من الناحية الدفاعية في مباراة السودان، قلبي الدفاع لم يرتكب أخطاء كثيرة، وبذلك فلا داعي حسب رأيي ولن يطرأ أي تغيير على هذين المنصبين الحساسين. على الجهة اليسرى خاسف أيضا أدى ما عليه في المباراة السابقة. أما ثنائي الارتكاز فيكتور لكحل الذي أدى مباراة كبيرة أمام السودان وكان أحسن عنصر بن دبكة، ولو أنني أنا شخصيا أفضل ميرزاق على حساب بن دبكة بسبب بعض التفاصيل التي سنذكرها لاحقا. في صناعة اللعب بوغرة لا يملك خيارات في هذا المنصب، يعني مجموعة بوغرة ليست فيها صانع لعب، وحسب رأيي سيعيد الثقة في ياسين بنزية. الجناح الأيمن سيكون أمير سعيود سيأخذ مكان المعاقب آدم والناس صاحب الخطأ الفادح، وحسب رأيي أمير سعيود سيكون هو المعوض لآدم والناس في هذا المنصب. أما الجناح الأيسر أنا أعتقد أن بوغرة سيعيد الثقة في بولبينا. أما في قلب الهجوم سيكون بركان كقلب هجوم حتى في هذا المنصب، وبعد الأداء المحتشم وغير المتوقع من سليماني بوغرة لا يملك خيارات في هذا المنصب وسيعيد الثقة إن أرى في بركان. كانت هذه التشكيلة المتوقعة في مباراة البحرين. نتمنى فقط التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري والحصول على 3 نقاط في مباراة صعبة وفي بطولة خالفت كل
كل التوقعات وعرفت مفاجآت كثيرة. فالمنظم المنتخب القطري يواجه احتمالات الخروج من الدور الأول، أما المنتخب الفلسطيني فيصنع مفاجأة كبيرة جدا بأداء جميل وممتع، وتعادله اليوم أمام المنتخب التونسي في مباراة جميلة للمنتخب الفلسطيني. كان هذا ما لدينا، ودمتم في رعاية الله وحفظه.